الكارثه الاكبر بقى، والله لولا يعني ان انا ما ينفعش انزلها، لعيبه الاهلي بعد الفوز بالبطوله رايحه معسكر منتخب مصر في المغرب. محمد عبد المنعم، مروان عطيه اللي لسه بيبتدي مشواره، وحسين الشحات، الثلاثه ومعاهم جمهور، وبيتصوروا وبيقولوا نفس اللي قاله كهربا في الملعب، نفس اللفظ بنفس الكلام ونفس الغنى، وفي الاخر تريقه من محمد عبد المنعم اللي هينضم لمنتخب مصر وهيلعب استعدادا لمباراه بكره امام غينيا. وطبعا الفيديو ده لن يعلق عليه احد، بس فيديو في اوضه مقفوله لامام عاشور نزل على اليوتيوب بياخد 10 ماتشات. كهربا ما تعاقبش، بل طلع محللي قناه النادي الاهلي احمد بلال وايمن شوقي يقولوا نفس اللي قاله كهربا، وبعديها لعيبه الاهلي بعد ما فازوا بالبطوله شايفين ان هم فوق العقوبه. اذا كان كهربا نفسه ما تعاقبش والاهلي عرف يحميه، يبقى وانا رايح المنتخب وجايب جون، هو حد يقدر يجي جنبي؟ ده انا اقول واعمل اللي انا عايزه والا ادبي زي ما انا عايز. فيطلع يقول نفس الكلام، لان ولا كهربا تعاقب ولا قناه النادي الاهلي تعاقبت، فانا كمان اوريدي مش هتعاقب. اذا كان فرجاني ساسي اتظبط واتروق وكان المفروض يتمنع من دخول مصر بسبب انه عمل السماعه كده، وهنا في قناه النادي الزمالك قلنا فعل لا اخلاقي ويستحق العقوبه. وقلنا على امام عاشور انه اخطا، بس ده فيديو في اوضه مقفوله، القانون بيقول ايه؟ لو اي حد قاعد في البيت ولا ما اعرفش ايه نزل له فيديو. نفس القصه بالنسبه لدي، دلوقتي مفيش عقوبه، لكن من امن العقاب اساء الادب. كهربا امن العقاب فاساء الادب. بلال وقناه النادي الاهلي اللي بيقول لك حطه صح والعقد وما اعرفش ايه وبلاش الكلام الاولاني ما ينفعش نقوله. والله هنا بيقولوا لي بلاش الفاظ يا كابتن بليز، معلش. تخيلوا اما الكلام ده يحصل وينتشر على السوشيال ميديا ولا حد يعلق. ليه؟ الراي العام بيوجه، انا كسبان اقل ادبي واضرب الحكم والاعلام مش هيعلق الاعلام هيقعد يفرح. زيزو يجيب جون يعني اتزحلق، ما فيهوش حاجه، ما فيهوش اصابه وسريعه، يعني وقع تك جون على طول، هاتوها في ثانيه، هاتوها لي في ثانيه. لكن الاعلام يبتدي يمسك دي، فين الروح الرياضيه؟ ايه يا عم زيزو؟ ما تطلع الكوره بره، عيب يا جدع، ايه اللي انت بتعمله ده؟ دي الاصابه خطيره جدا، دي ما اعرفش ايه،